الشناوي. كابتن ابو جبل بنقول لك النهارده الف مبروك، ويعني اداء جيد، ووصلتوا بعد ماراثون كسبتوا اهلي وقدرتوا تكسبوا الشرطه والمقاولين، فاداء جيد جدا. اكيد طبعا الحمد لله طبعا على مكسبنا النهارده بالبطوله، ويمكن انا طبعا اكتر واحد سعيد جدا بالبطوله دي لان اول بطوله ليا في السي في بتاعي، فطبعا يعني الحمد لله انا سعيد جدا بالبطوله دي، وببارك لكل زمايلي والنادي انبو كله، وبقول هارد لك لنادي الزمالك. ف يعني الكره مكسب وخساره وهارد لك لنادي الزمالك، قدر الله ما شاء فعل. اسم الجمهور اول ما نزلت؟ لا والله انا يمكن الحمد لله انا متعود على الجمهور ده، على حته الجمهور، فالحمد لله يعني ما بقلاش من الجمهور، بس اساسا يعني كتر تفكير في لعيبه نادي الزمالك وفرقه نادي الزمالك، لان طبعا انت بتلعب تيم كبير في اسامي كبيره، فاكيد طبعا ده بيشكلك قلق عليك. لكن لا الحمد لله الواحد يعني كنت يمكن في اول المباراه مهزوز شويه، يمكن كان الكور بصراحه انا كنت حاسسها غريبه مش هي اللي احنا بنلعب بيها، فيعني لما خدت عليها الحمد لله الواحد ادى بشكل كويس الحمد لله. بقول لك مبروك، واخيرا عشان كابتن مختار طبعا موجود ما نقدرش نقول اكتر من كده. شعورك ايه بعد نقل تصفيات المؤهله لندن 2012 خارج مصر؟ والله يمكن انا لسه عارف بالخبر ده امبارح، طبعا اكيد طبعا يعني دي حاجه طبعا بالنسبه لي انا مش كويسه، لان البطوله لو كانت هنا في مصر وسط جمهورنا ووسط بلدنا اكيد طبعا كنا هنأدي بشكل افضل، لكن ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله في اي مكان البطوله هتكون فيه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحاول ان احنا ان شاء الله ان احنا نصعد لاولمبياد لندن باذن الله. شكرا الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم، زميلي احمد جعفر مستعد الان بلقاء مع الكابتن مختار المدير الفني الذي نجح بعد 3 مباريات في الفوز بثاني بطوله لنادي انبي. كابتن مختار نقول لك الف مبروك، واسيب بقى زميلي احمد يكمل معاك الحوار ان شاء الله. طبعا برحب بحضرتك تاني يا كابتن فاروق بضيوفك الكرام. العريس النهارده كابتن مختار، ببارك لك الف مبروك. كنت عارف كنت لسه مداخله مع استاذ النيل، بس ما ينفعش حضرتك تبقى النهارده صاحب الكاس زي ما بنقول، يعني صاحب الكاس بمعنى اصح، وما تطلعش معانا على الهواء